وايقاف محمد الشيبي 6 مباريات. مالك بيراميدز والناس المنتسبين لبيراميدز هم شهود على محاولة القتل المعنوي والإبعاد المتعمد لرمضان صبحي من 3 شهور، لأنه كان واحد من أفضل لاعبي بيراميدز وكان على أبواب منتخب مصر. تم اغتياله معنويا وقعد في البيت قسرا لمدة 3 شهور، ومفيش حد في الدولة شعره اهتز أو فكر يدور على حقيقة أو فكر يجيب المنظمة بتاعة المنشطات التابعة لبعض الناس اللي بتدير الكرة في مصر، اللي بتربطهم علاقة وطيدة برئيس النادي الأهلي، اللي جامله الأهلي بإبعاد رمضان صبحي. 3، إبعاد إبراهيم عادل بالتحاقه بالمنتخب الأولمبي بعلم النادي الأهلي قبل المنتخب ما يلعب بشهر، قبل ما يسافر بشهر. مخطط انه الاهلي يسحب لاعيبته وبيراميدز لاعيبه المهم جدا ابراهيم عادل وافضل لاعبيه يبقى في المنتخب الاولمبي، هي خطه لابعاد اهم 3 عناصر عن بيراميدز. 4، وده المهم، الاهلي يلعب مباراتين بيراميدز في فتره وجود المنتخب الاولمبي في فرنسا، علما بانه طول السنه بنقول ليه بيراميدز ما بيلعبش مع الاهلي، لكن طبعا جداول الحاج عامر حسين وبركات الحاج احمد دياب وبركات الحاج ثروت سويلم، الطبيعي الفيلم بتاع كل سنه. طب ايه اللي حصل؟ كل ده طلعوا بيراميدز بره الجيم، بره اللعبه، وده المستوى والاسلوب والعقليه اللي بيتعاملوا بيها مع الزمالك من 100 سنه، من 100 سنه من ايام الكاس، مش من 100 سنه يعني دوري. انا عارف ان الدوري 47 48، لكن من اول يوم كره في مصر والاضطهاد موجود للقطب الثاني اللي هو نادي الزمالك، وعايزين يمشوها قطب واحد، لدرجه انه مذيع موجه طالع يقول لك القمه الحقيقيه بين الاهلي وبيراميدز، وهو عارف انه ما لو ريال مدريد موجود في القاهره مش هياخد مكان الزمالك كقطب اول لكره القدم المصريه والعربيه والافريقيه. فريق بيحصل على بطولات حلال بلا اي تدخلات خارجيه، بدون اي فساد بره المستطيل الاخضر كما يجيد بعض الناس. كل بطولات المنافس بيتم صياغتها بره المستطيل الاخضر وتتنفذ في المستطيل. طيب، ادي بيراميدز النهارده كشف عن الوجه القبيح لكره القدم المصريه، كشف عن الوجه القبيح للدوري المصري الافسد في العالم. والكلام ده مسابقات عاملها فيفا، يعني مش انا اللي بقول افسد في العالم وانا راجل مصري، مانيش سعيد وانا بقول كده، احنا كلنا مراره واحنا بنقول انه في فساد، واستغاثنا بكل الناس وكل المسؤولين في مصر وكل القيادات في مصر، ولا الناس بتعمل لنا اعتبار، ولا احنا موجودين، ولا كلامنا حد بيسمعه، واللي بيسمعه بيعمل ودن من طين وودن من عجين. لذلك مش هنبطل كلام، لانه على الاقل الساكت عن الحق شيطان اخرس، اللي قابل دور الشيطان يخليه يقف في دور الاخرس. النهارده رفض سالم الشمسي وهو راجل مش مصري انه يقف اخرس امام ما يتعرض له نادي بيراميدز من مؤامرات خارجيه وداخليه بره الملعب وجوه الملعب عشان فريقه يبعد عن المنافسه واللقب يروح للنادي الاهلي، وهذا ما حصل. طيب تعالوا نستعرض بعض الشواهد ندلل بيها على كلام الراجل سالم الشمسي ده، اذا كان راجل حقاني ولا راجل بيهزر وبيعمل ترند. الاول عايز اقول انا اهو كل حماس وانا بتكلم، انا مانيش لا مقتنع بالبيان بتاع بيراميدز ولا مقتنع بتوجه سالم الشمسي. ليه؟ سبق وقلت لحضراتكم امبارح واول امبارح ان بيراميدز عنده اجنده. بيراميدز مش نادي جاي ينافس، ده بيراميدز معمول كل فكره الناس القائمين عليه انه يجي يدي كتف قانوني للزمالك ويبعد الزمالك، هو يبقى حائل بين الزمالك وبين البطولات. نجح السنه دي انه يبعد نادي الزمالك، بس مش هينجح يبعده على طول. ولو بعده انا بقول بيراميدز ما كانش فارق معاه انه يبقى بطل، بدليل ان قلت لحضراتكم برضو بيراميدز هيتغلب امام النادي الاهلي، وهيطلع سالم الشمسي ببيان بعد المباراه. الكلام ده اول امبارح، الكلام ده من يومين 3، وقلت هيطلع بعد المباراه ببيان يهدد فيه بسحب الاستثمارات، لان ده اخره. لعيبه بيتضرب بره وجوه وبيتسبلوا الدين وبيتفرج، نادي بيستبعد اهم 3 لاعبين عنده وبيتفرج، نادي بيجي له حكم اسباني بيغتصب حقه في الفوز على الاهلي وبيتفرج، نادي سكت على الاسباني جاله الالماني خلص عليه واهدى الدرع للاهلي وبيتفرج. فطبيعي انا اقول ان بيراميدز مش فريق منافس، بيراميدز مشروع نادي استثماري زي انديه الشركات اللي جايه في مصر تخلص على الانديه الجماهيريه. انا اسف، كل دوريات كل فرق المؤسسات كل بلا استثناء